مؤثرة عن رجل وبناته الخمس. إليكم القصة. رجل ماتت زوجته ولديه 5 بنات، تقدموا لخطبتهن 4 رجال، فأراد الأب أن يزوج الكبيرة ثم التي تليها ثم التي تليها ثم التي تليها، لكن البنت الكبيرة رفضت الزواج لأنها أرادت أن تهتم بوالدها وتخدمه، فزوج الأب أخواتها ال4، وجلست البنت الكبيرة تهتم بوالدها وتعتني به حتى مات. وبعد وفاة الأب فتحوا وصيته فوجدوه قد كتب فيها: لا تقسموا البيت حتى تتزوج أختكم الكبيرة التي ضحت بسعادتها من أجل سعادتكم. لكن الأخوات ال4 رفضن الوصية وأردن أن يبعن البيت لتأخذ كل واحدة منهن نصيبها من الميراث، دون مراعاة أين ستذهب أختهن الكبيرة التي ليس لها مأوى سوى الله عز وجل. عندما أحست الأخت الكبيرة أنه لا مفر من تقسيم البيت، اتصلت الأخت الكبيرة بمن اشترى البيت وقصت عليه قصة وصية والدها، وبأنها ليس لها إلا هذا البيت يأويها، وطلبت منه أن يصبر عليها 10 أشهر حتى تجد لها مكانا مناسبا تعيش فيه. فوافق الرجل وقال: حسنا، لا بأس. تم بيع البيت وتم تقسيم المبلغ على البنات ال5، وكل واحدة ذهبت إلى بيت زوجها وهي في غاية السعادة، ولم تفكر إحداهن في مصير أختهن الكبيرة. لكن الأخت الكبيرة كانت مؤمنة بأن الله لن يضيعها، لأنها لزمت مصاحبة والدها وعاشت في خدمته. مضت الشهور، ثم تلقت الأخت الكبيرة اتصالا من الرجل الذي اشترى البيت وقال لها: سوف أحضر بعد العصر. خافت وظنت أنه سيطردها من البيت، ولما أتاها قالت له: اعذرني، أنا لم أجد مكانا بعد. فقال لها: لا عليك، أنا لم أحضر من أجل ذلك. فقالت له: ولماذا أتيت؟ قال لها: أتيت لأسلمك ورقة من المحكمة، لقد سجلت هذا البيت باسمك وهو مهرا لك، إن شئت قبلت أن أكون زوجا لك، وإن لم توافقي رجعت من حيث أتيت، وفي كلتا الحالتين البيت هو لك. فبكت الأخت الكبيرة وعلمت أن الله لا يضيع عمل المحسنين، فوافقت على الزواج من ذلك التاجر الثري وعاشت معه في سعادة تامة. فمهما فعلت من خير فلن يضيع الله أجرك. أطاعت والدها وقامت على خدمته فعوضها الله خيرا، فالبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت فكما تدين تدان. ختاما، اكتب تعليقك على القصة وصل على النبي في التعليقات.